خلينا نرد على هذه الزربة الدكتورة اللي ماسكينها تهمة المخدرات. يا ربي سمعتها وين معاها؟ لحظة، السؤال شلون يقولون مكلمة أحد بالمطار عشان يمشيها؟ شنو انتي عبالك العساكر يشتغلوا لك ولا شنو؟ انتي ما تستحين تتهمين الرجال الداخلية اللي بالكويت؟ سكتي، سكري حلجك، معاك ممنوعات، تاج راسك وزارة الداخلية، تحترمين القانون، ما في شيء فوق القانون. اوكي، احترمي قوانين الكويت حبيبتي. فشنو معاها ليريكا؟ ابي انت السؤال، انت عندك عيال، انت باكر عيالك لو يكبرون يشوفون سوالفك هذه الخايسه ما تستحين؟ اي نظامها تضر امي، تضر يعني قسما بالله. يعني احنا اقسم بالله حاطين كاميرات كل شيء، حتى بسيايير كل شيء، لان هي وايد زباله، وايد كذابه، وايد حماره. اقسم بالله يعني ما ادري ايش اقول. انا ما اسولف عن عيالها لان عيالها ما لهم شغل، ما اسولف. اسولف عن الناس اللي ضروني. انا اسولف عن الناس اللي ضروني، شلون مسخروني، شلون بتشو امي، شلون بتشوها. انا امي عمرها ما دشت المخفر، عمرها تحب وتحترم قوانين الكويت. اقسم بالله لما الرائد شاف امي، شافها مسكين هذه شلون كانت بتبهدل امي. اقسم بالله كانت تبهدل امي، بس لما شافوها يعني قاعده حاطه ريل على ريل دكتوره وشي قاعد تسب علني امي مسكينه، مال عمرها كبير، امي ما لها الشغل بحد. حتى امي مو متابعتني بالانستغرام وتيك توك للعلم، ما لها شغل. فانصدمت شلون هي تضر. تدرون ان هذه دكتوره كانت تبي تقط ممنوعات بسياره واحده مو كويتيه عشان تتسفر من الكويت، هي تبهذل الناس كذي. اقسم بالله كانوا دازين صوره هذا شو اسمه كذي حق اهلي عشان يخرعون اهلي. انا اقول لكم هاكم اللي يبون يسوون اي شيء، البعض اللي الناس اللي ناس الزباله اللي مو محترمين اللي يضرون اهلي، اقول لكم هاكم البعض. بيوم وليله انا قاعد اشوف رقم الاعلانات قاعد يدزون، بيوم وليله امي داقه عليهم تكفون ساعدوا ولدي اي شيء مثلا شيء، مسوي روحها حماره الدكتوره. بيوم الساعه 2 بالليل دقيت على امي، اقسم بالله دقيت، قلت لها يما انا بالطياره، بس هذا الشيء قلت لها حق امي، وهي فزت من النوم ودرت بالسالفه. تدرون يو اتحداكم طلعوا لي فيديو، اتحدى طلعوا لي فيديو يوتيوب اي شيء، الحين صار لي 4-5 سنين صح، تكلمت شيء غلط عن الكويت او قلت كلمه غلط، او حتى لو فضحت مشاهير يكونون كويتيين، طلعوا لي كلهم يا غير كويتيين يا اجانب اللي ساكنين بدولة الكويت. عمري ما تكلمت عن وزير داخلية او اناشد او لا ابدا. في كلمة تنقال يا غريب كون اديب، ابدا ولا مرة تكلمت. حتى ما جبت اسامي الناس اللي مثلا بالمطار سووا لي كيت قلت لهم اللي سووه فيني اكيد يعني يشوفون هذا الشيء صح، وانا ما اتدخل بالقرارات اللي يسوونها. انا هذا الشيء قلت ابد. طلعوا لي فيديو، لا انا لا اهلي وما حد فينا عمرنا قلنا كلمة غلط
بس غيري لما طلعوا من الكويت اوه سوالف لهني قالوا. انا ايش قاعد اشوف اطوف، انا مالي شغل، لان انا ادري اللي صار فيني مو بسبب وزير داخلية او شيء كذي، يعني اني مثلا حاقد علي وكذي ولا لا لا، اللي صار كله بسبب دكتورة مع زوجها وليلى كندري. بس هذا اللي اقدر اقول لكم اياه. كما اقول كلمة كما تدين تدان، كما تدين تدان. بس هذا اللي اقدر اقول لكم اياه. واحد ليلى كندري ضرتني، سحبوا جنسيات متمسخرة، تبهذلت. والحين دكتورة وريلها. ليش لما مسكوا يعقوب بوشهري وما ادري من، ليش انا ما تكلمت عنهم؟ ليش؟ كنت اقدر احنا اسولف ادور الشهرة بس ما ضرني، ليش اتكلم؟ انا اسولف عن الناس اللي ضروني، بس انتم ما تشوفون هذا الشيء، انتم بس تشوفون المظهر، بس الباطن ما تشوفون. اقسم بالله ماكو ازبل من هذه الدكتورة، ازبل منها ماكو، اقسم بالله. ترى السوالف هالشي ترى مثل منو يعلمها؟ ريلها ترى وايد، ترى ازبل منها بعد وايد عنده سوالف. نسوانجي يموت على حريم، يموت ميت على حريم. قلبها طيب، قلبها زق. ولين يصدقك لازم تصدقوني. لان تذكرون قلت لكم ليلى كندري جنسيتها مزوره، فجاه اسحبوا جنسيتها، ما صدقتوني. قلت لكم المحامي الفلان كيت 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 كيت، الحين يعني اعتزل المحاماه. مو قلت لكم الدكتوره فلانه كيت 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 ماك وايد كذابه وكذي كذي عندها سوالف؟ لا هذه دكتوره، لا ما نصدقك. وفعلا مسكوا معاها ممنوعات ومسجونه. هم تبوا ما تصدقوني كيفكم. اهم شيء طلعت حرتي. ايش سويت لك؟ السؤال انا قاعد اسولف مع ابويك، ايش تسالوا ايش سويت لك؟ ايه السبب اللي صار فيني كل هذا؟ اشتغلت عليه واسطات عبالها انا، لان انا كنت ماسك على ريلها صوت فيديو صوتيه قاعد يسب وزاره الداخليه، مع احترامي لوزاره الداخليه، بس هو كان قاعد يسب، فهو كان ميت قهر. فشنو اول ما مسكوني ترى العم اخذوا تليفوني عشان يشيكون انا هل انا عندي الشيء هذا، وفعلا اخذوه ومسحوه. انا تليفوني كان عند محامي غدر فيني، عطى تليفوني حق هذول الاثنين، مسحوا كل شيء. شفت الشخص اللي معاهم اللي كله يماشي وياهم قبل، او اول حرف جيم الف، هذا تذكرون هذا كله شوي مع دكتورة وريلها، قبل فترة مسكوه بتهمة غسيل أموال. فشوفوا هم قاعد يماشون مع منو. أي كلكم كتبتوا الاسم، هذا مسكوه بتهمة غسيل أموال، وصايدين بتليفون مسجات بينهم وبين الدكتورة وريلها. اي ترى خوافين. السجن قطوها بالانفرادي، اخوانها بعد مسجونين. شنو؟ احسها طيبة. مرة شفتها بالايفنت بالرياض، عطتني عطور بس ما توقعت تقص عليكم كذي، بعد تقص عليكم هي كذي بالعطور وشي. شفت شلون؟ خلاص تبغون اعطيكم هدايا عشان تصدقوني خلاص انا اصير طيب وشي. اوكي لحظة، السؤال اكيد بالايفنت راح تكون، انا راح اكون بعد رسمي. هلا والله يا عمري فديتك، اخذي لي عطر لعيونك والله. اكيد راح تكون طيبة. انتوا ما تشوفون لما تسكر البيبان شلون تكون بالبيت، هي ازبل منها ماكو، ازبل منها ماكو. ريلها نسوانشي كل يوم من وحده لوحده، من الاخر. اقسم في شغله ثانيه بس ما المشكله ليش نسولف وما عندي الدليل هذا الشيء؟ ليش اسولف؟ احد يقولون شهاب انت قاعد تالف.
لا ما راح اسولف، ما راح اسولف، اقسم بالله اقسم بالله. هاي السالفة قبل 6 سنين. كانت تصور ويا ريلها، وكان في متابعين يعني اللي من السعودية كانوا قاعد يتابعونها. انزين كاتبين لها كومنتات مو حلوة. سبتكم اقسم بالله، اقسم بالله سبتكم. انا كنت قاعد بالزاوية هناك، كانت قاعد تقول حق ريلها، اقسم بالله. اي قسم بالله سبت على طول، اللي مثلا تتمسخر وكذي. انا قاعد هناك بالزاوية قاعد طالع واسمع، كنت قاعد اقول بقلبي شلون انتي بوجهين. ما راح اقول السبة، لا ما راح ادش بالتفاصيل، بس سبت. شو اسمه، اذا طلعت راح تروح فيها. انا شوفوا، انا دام خسرت اهلي وكل شيء، ما عندي شيء اخسره، ما عندي شيء اخسره ابدا. ابي دعوة، ابي اني شي تسولف لحميتها الخايسه، عمرها 40 وتدلع. مشاهداتي زادت من بطاريها، عليه بألف عافية. كيفي عليه بألف عافية. أي مشهورة شفتوها فجأة بيوم وليلة عندها روز رايز وجناط LV وشانيل، ريال قاعد في بعض الريايل يموتون على واحدة مشهورة وشي، يعني عندهم جوهم واحدة مشهورة، عادي يطقون لها فجأة 200,000 ريال أو شيء، يطقون لها عادي، يصرفون عليها، هم يدكورون من إعلاناتهم، يبطلون صالونات وكذي خلاص. شكرا. Thank you model ass. Thank you. عمري. أبوي شكل واحد توه يشوف أسد. أبوي ترى تشوفوا الناس اللي انتم مثلا، بعض الناس اللي تكرهونه بالسوشيال ميديا، ترى ماكو أطيب منهم، صدق ماكو أطيب منهم، لأنهم ما عندهم تمثيل، ما يمثلون عليكم. بس واحدة مثل دكتورة وريلها ما غيرها، هذيل كذابين. شوفوا شلون عندها خير هذه دكتورة قصدي آش. ثانك يو. دايما الناس اللي ما يحبونهم بالسوشيال ميديا والله العظيم أطيب قلب، لأنهم كذي ناس يسبونهم. أنتوا تبون واحد يطبل لكم، يطق الشرف عليكم، أنتوا تحبون الناس الكذي. بس شوي عيدوا حساباتكم، قسما بالله عيدوا حساباتكم. أطيب مني أو الناس اللي مثل آش وشي، ترى والله ماكو أحسن مثلنا. شفتوا غيري الدكتور ريلها معاها لاريكا، شلون كنتوا تحبونهم، الله يحللها هي وعيالها، بس عندها السوالف. شفتوا شلون؟ وأنا كنت ألبس ضيج تكرهوني. الله وش فيكم انتم؟ عيال الدكتورة مع منو بعد؟
امها المسكينه يعني يدتهم تصير انزين، ما شاء الله كل ما تسافر هي وريلها الا يما تعالي مسكي عيالي ومع الخدم. اكيد الفلوس مهمه، هي تسافر وهذا الفلوس اهم.